إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعم المبدعين الصغار على قناة نشوان الرزمي. أبا هي غدا عزمنا عباد الشاقي هي ما لا كنا حضر العزة لا حلا قال اليوم ما نتغدي الا احنا وياه ما لا بدل ما قول لك حلف عاد احسن شو اللي الحل بلا وجبه ايوه هيمو يكون بو سباغين بسرعه ماشي عزم اللقمه مع الشيبه حي الله من قاعد لا ما شاء الله الحين يقدم غدا ارجع افجع افجع وين جاء المسلم افجع العفو منكم عدم مرمى اللي يشتكي وقدم غدا حتى لا تاخرنا ما نبوش هنشوت بالله مو خلنا احنا اللي قال يلا تمام ما مشي لا تاخذنا على التاخير لا عادي حول ولا قوة إلا بالله راح غدا أنا أقول لهم لحقوا الكلاب صلوات على النبي خيرات يا جماعة كلنا عجوز حق القرية ودكم لهنا نقول لك عبد الله القضاء هذا عشان قام غدا وأنا مديرهم غدا أطبخ لكم أذاني إنه اللحم اللي بكر غدوكي وين جاء وغش له مجن ها أنا جالسة باسمه لما اشتغلت لعبد العبادي وكلب دخل عتق اللحمة وقزع ألاحقوا أعيش بالله ما عارف فلت ليش الله كزوجين رزقه الله يبارك له أنا أقول لك يا ابني نجلسني يقول أنا عاصر بالبيت قال لك لا قال حلف وممكن عذر لعذر ما دحين ما بوشي أك يا هريش بلي انتقد زودوا للدكو حبة زبادي ومشينا حالنا الحاصل يعني هذه المسرحية كل اللي عملكم عشان أدينكم حبة زبادي لكن المسرحية هذه مش على سعيد التاجر والله ما ادي لكم إلا وقد تبركوا أولا يا عز سعيد أنا أفضل أتفهمنيش غلط هي أباكم جزعنا هذا يشتيق الروح الضمار ما دروا من نجي يقولوا هي إنما أنت حبة زبادي وجاك متغدي للبقرة فإننا نجوا إحنا شنو نتغدي في البيت الحاصل لكن على بسرعة ولا أنت ما أقول لك أنا قاحلف ندي لهم ولا شيء ادانا حبة زبادي نتغدي الحاصل بالبيت نتغدي حتى لقمة لا حول ومسبح ولا قوة إلا بالله مش قصة الله يشتي تدينوا عملوا مسرحية طويلة عريضة خلاص دانا حبة زبادي على حسابي أقول لك مو أقول لك تجي هريش وسحاوق حتى والله ما خنبق غدا بالبيت سبغ دقايق بس يلا عشان نشجعك سلعة أنا ما دخلنيش لا تمكنونيش هذا مسكين هذا محترم أنتوا قطاع طرق ما تعرفوا شحاء ما تعرفوا إلا أبو ألف خلاص يا عمنا من اليوم خلاص تعرف أمور أنا مش أعرف أمور أنا اشتقت قطاع ونه ودبور ولا يهمك يا عمنا الليلة ذي ميجيب الصبح لو قابوا 100,000 هادره أقواها أيوة نفدى لكم يا عيالي كما هذه أيام أنا منقص بيس معانا جرد حق آخر السنة أيوة قاطع طريق وسارق وهم الجرد حق آخر السنة هكيف لقوا حل قاطع طريق لهم لا ديون ولا التزامات اشتي أعرف لمقاطع الطريق لا حد يعذره ولا يقدر ظروفه هي حسسك انك تشخمم مفريش يا عمنا لا تنساش انك قاطع طريق وسارق المفروض تقطعوا ايادك الثنتين ويعملوا لك ثنتين ملاعق حق رز يلا الان تحركوا من قبالي للقافه مع ابو احترام للعقال يلا جاءوا لي لملاقي
وقف وقف يا عمنا. وش معاكم؟ ما أقول لا نطلع طالع معك. اطلعوا تفضلوا. لا افتح الباب وارزع. يا اخي مسار تقلع الباب. لا خلاص لا تهنجي. لا حول ولا قوة الا بالله. كيف تقول لي ارجع وترجع تبهرن؟ انا قصدت تدري الزع بصار هذه غربة 4 سنين. لمو منين جاية؟ من السعودية؟ اي والله يا اخوي. عاتك طريق. اي والله يا اخوي لي يومين وانا امشي في الطريق. يا كيف الغربة؟ بياس قدس كيه؟ خلها على ربك بس. سقى الله زماني وكانها الغربة فلوس، ما هذا الحين قرارات وغرامات، وخلها على ربك بس. قل يا طويل العمر شقيت 4 سنين، قلت أنا أسطح البيت ولا أشيل لي سيارة وأروح جيز الناس، وأنا ما عندي فلوس غير حاجة واحدة، إما أسطح وإما أشتري سيارة. ورجعت قلت بشتري سيارة وأتروح أمشي حالي، ولين أسافر أبيع السيارة وأسطح البيت. وإيش نسوي؟ قطع قلبي. ايه قتل رجال، حنا بكلك سيارة وعيكون عباقي معك دقاسين تتروح تهيص والجيب يكون دافئ. الحمد لله على كل حال. السيارة حنبتها بس الجيب دافي مركنكش. حرام على أخوك ما عنده غير 1000 ريال، والعيال عندهم 2000 إن شاء الله بيحولوا بها، وربك كريم. محمد ربك وحدف كلب، أبو معك 1000 سعودي على ما الله بكمش يصطرف. يا أخوي الله يهديك، 1000 ويش أسوي به؟ أنا أجيبه للوالد ولا للوالدة، ولا أشيل أغراض للبيت، ولا أشيل ملابس للعيال، ولا تدوه لنا. لا تفضح. ويش تقول؟ ما قالك شيء. لا مالك منه، هذا اللي مريض من يوم هو جاهل. مرة طرحت أمه بس غدار، جاء أبو دعسه بالرأس لما فلحس عقله. الله يشفيه. خلاص وقف لنا هنا، الله يفتح عليك ويوصلك بالسلامة. انت ولا حتى ننبس على التعال. عيب والله ما شو له رجال، هاي غربة 4 سنين، يزور نزل أنا يزور. يلا تسلم الله يفتح عليك. يقول لك ما صار غربة 4 سنين. يا بن علي ولا من هنا انت ومن هناك. لا سمع كلين شهاد لك ليه صلى على النبي. هيا خلاص صدقا. يلا حينكم بس يا مقاور جزرة عمل لكم بدع. زعما دقوس ابنش يستحي على وجوه اللي صلح بيروق. لا الله لا يقع جالس اللي جنب المرة كو دعمي أسي ودعه. ودقوس يا دقوس هذا جالس اللي جنب المرة لا عم هنا ولا تهلي. دقوس دقوس ودقوس هي وجمع معي أكمل العرس لا يومي زعيمة طويل. الله المستعان يا عم فارق، تقطع مرات ابنك من ثاني يوم. من انتي؟ أنا فحمة مرات دقوس ابنك هو قناثيك. حييك الله يا فحمة قاهو اللي يسمع المسمى. الله يحييك ويسلمك. وهذه نكبانك أبوك يا دقوس،
بس حرام انك تستاهل، حق اللهفة بحقك كله. قصطبحك يا عم ولا وليها أسبي لك صبوح. لا تسلمي، ما أقول لك يوك عين دقوس مع بسوكوش من ليلة عرس. أقول لك يا عم دقوس مدري بينهم من ليلة عرس. علم الله ما قصرعت في اللعن ولا نفس. ما ليلة مو تسرع عين ولا على طول اللي فوقه مدري بينهم. أصدخل عينه كيف عني دقوس هيك دقوس اثنين ودقوس اثنين دقوس 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 ابني دقوس مدوخ بعدين بتالو بالمتالو وانت ما كركيني مدوخ من بعد دقوس ابني دقوس 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 انت قوم انت ما دقوس دقوس ابني دقوس 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 قوم وانا حري وحقي اوله، وانا حري وحقي اوله. مو بينك اذكر الله يا ابني مو بينك. لا اله الا الله محمد رسول الله. هلا تمدد لفوق المكرة لما تدي منه. مو بينك يا ابني مو جري على كلي. اشتي حري وحقي اوله، اما الثانية مشتيش. يا دقوس ابن عذوب الشيطان انا زوكا كل واحدة مش ثنتين. مالي داري، بس بالليلة عرس قال ايش تدخل تغسل وجيب حمام، قال لانه بين حساسية من المسياج. دخل الحمام، يمكن انا عجبتهم ما عدوا لي الا حبة فحمة قايمة حروقة مصروعة متكممة. يا عم يا مفاهي دقوس فحين دقوس 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 ابني. لا حول ولا قوة الا بالله. دقوس 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 شكله قد دوخ مرة ثانية. دقوس دقوس ابني دقوس. الله انا علي على ابني مقطع الكيبو والله يا عم قطع الكابوسي ما بلا ليلة عرس قولك شو اللي يخسر ويجيب لنا مزياج بيني حساسية ما رجوك له صروع وقبسس. هذا الحين دروك انا وياه. الحمد لله اللي طبق الطريق لقاهم كلهم بقالة رجعت تبني ان طرح عجيل ان طرحوا بيت طرس، لكن الحمد لله اللي قدم بلاغ خشيبات. هل تبحث عن محطة وقود؟ هل تبحث عن سوبر ماركت؟ هل تبحث عن شركة صرافة؟ كل ما تحتاجه في مكان واحد، محطة ومجمع المفلحي لمشتقات النفطية والخدمات المصرفية. العنوان تجدنا في كل مكان: عدن، بير أحمد، عدن المنصورة، شارع السجن، يافع، سوق أكتوبر، المفلحي، سوق القراعي. ما دقوس ما حصلنا له صورة ولا عائسنا من يوم عرس. دقوس يكون ذا الحين عند صورة رضية مفتاح دافئ، ما خرج يعمل بين البرد هذا والريح، قوم جنة الدنيا. والله نسيت، لكن والله ما حسدوه. هو شي يجلس الشارع كذا ويرجع يهم حق مقرمة حق كندورة. ما بعد زوجتك ما رضاش تكنس المطبخ، ما رضاش تغسل المقعين او هكذا. ما بعد تبدا مشاكل حق النسوان والاشتباكات. والله صدق قدنا نقولن، لكن مش كلهن. أمانة بويا نسوان يجيئن الخير والبركة والرزق بعدهن. دقوس ابني ودقوس دقوس ودقوس دقوس ودقوس دقوس دقوس ابني دقوس ودقوس. وينها حق حري وأوله؟ اذكر الله يا ابني اذكر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وينها حق مرة أوله؟ كلهم الدومي يا ابني هي مرة واحدة بس خدعوك بالمكياج وبعدين قبصرك وما عقدنا لو قعين كالنظرة الشرعية. لا تحرجوني. الله على نكبة. صح اللي حصلك ببيته. خلاص يا ابني عيب تلعب بمشاعر البنت وتحبك وتشتيك، مدري مش هذه خيبة بين الخير والبركة.
يلا قناش امشي حالي ولا التعطيل ما كودنا حسوكي. وبعدين هي ما خلقش نفسي من نفسي، هذا خلق الله وهذا نصيبك. ايه والله انك على حق، وانا مقاقة النشط والجمال ورجل من شبر. وعبد الرحمن وعبد الرحمن يا جي طلع الشغل الصبح جي. ارجعوا هنا لا مستحول، ما عندكم لا طرح سيجي وجوه هنا. حواس يا بنو ما ضحي مننا، هذا حق هذا الشيء يبعد ضحي مننا. وعبد الرحمن الدفل ودك الشاي سربه يا منتع. وهذا صبوحة عنا جال هذا ياكلينه. هي قلنا راح نجي. وبقري تحبها؟ يلا خذ الدفل ودك التيكو. يلا قول الصباح التاني. اليوم يا ماما الحين يكون دقس هو المدام حقه دافئين وشم بخور عصير. سعيد التاجر قريح جو، لا عامرة ولا عيال ولا هابة ولا دابة، حتى ولد هذاك التمع ولا عرجع. وهذه خاتمة معك يا سعيد التاجر، لكن ما هكذا ما ينفعش، لازم أدور حل، وبيت بدون مرة مش بيت. حتى هذه الأيام الشغل فاتر والدكان عطل اشتضامات، واللي شدينك كم شدينك ولا متى. ما بش غير القصيبات نرجع خياهن، بس مش يقنع لي الحج مسعد. وهذه الصحفة حق مرق. ارجع قل لأمك عبو نصيب نكمل باقي أعمارنا. مو قل له عبو نصيب نتزوج نستتر آخر أعمارنا. قصد قل قال تفعل خير تلقى شر. ما غرضك إلا على كتاب الله وسنة رسوله. كم يا فاحسة كم يا عمر. ينتبهوا على بيت المرجع، كما الكلب يدخل على اللغم. تمام. هرم وين قد تسارح؟ شو اللي عينا العروسة حق دقوس شعير ودي بضاعة. أعصلك أمس قلت عشان أنت عندي ولا قناسيكي. حق أمس كلهم فبركة وخدع بصرية وكذب وغش، لكن اليوم تطلع ما خلف الكواليس وش تظهر النسخة الأصلية. تكون كيف ما كان الله يستر عليه. يجي يا ابني على جنب بعدي، لكن انتبهوا على مطبخ يدخل كلب حتى أي شيء. يابا ما أنا غاضبك، ما بيس إلا بمرة. عاد أنا مش أقول لك أما أنك شلك من لقفين. هو أنا كنت خايف لما ترضاش. لو ما رضيش من هذا يكره من فعله والجهله. لكن المشكلة إنه هذه الأيام الشغل فاتر للنهاية، والنسوان غاليات. قال لك دقوس كلفه عليه 760,150 ريال. ما بيزنتهم مش نبيع 4 قصيبات وبس منا بالرحمن.
هو هذا خبر اللي كنت خايف منه. قل كنا ما تقول ما أحوال ما بيعش منهن. لا هذه حاجة ما تغلش عليه. حرام لا أبيع من أجله جربة الوادي اللي بيخبط حمادي. هذه أنا طلع لا عجولة ولا سوادي. لما طلع آخر تغدي ولا ما تغديش؟ لا آخر ما تغديش، بس تجدي الصدقة ما بس هذاك مش هغلي احترام. يا لمو أقول ليك لما ادوك له غداء قال قل لأمك عد باقي نصيب نكمل باقي أعمارنا. قال لك الله هذا خبره. والله ما قال. يا شافك على مكسور ناموس قال لك تفعل خير تلقى شر، لكن بدل ماذا خبره حرام ما يجي تلقي مني نفتات لا حطوا يجوا على الكلاب. أي لك على مكسور ناموس ما عاش الزواج على ذاك هارم الله يحسن ختامي. وعبادي الشقي جي مو تستخير الله يا كريمة. مو به. اسمع، كما هذه أيام أنا بحاجة بيس ضروري. ما انت طول عمرك وانت بحاجة بيس ضروري. لا ما أقول هذه أيام يوم أنا اشتي الزواج، ولا أنت داري إن أنا ما أسألكش طول عمري. لا صح، ما انت ما تسألش واحد ولا تدير واحد بقول لي ما قلال. ما لا الحين يوم أنا اشتي الزواج ولا أنت داري بي؟ ما انا ما ابوش اولي سراقة اولي نهاب. ما دخلنيش، دبر نفسك، مهلتك أسبوع ولا حرام ما أولي إلا اشتكي بك. ما عشتككش فارع. إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعم المبدعين الصغار على قناة نجوان الرزمي.